شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة كان اليوم مسرح احتفال بمناسبة العيد العالمي للشغل، وشهد تجمع مختلف الأحزاب السياسية ومكونات المجتمع المدني بحضور عدد كبير من المواطنين. الشعارات اختلطت لكن في مجملها طالبت بحق العمل النقابي وبالحرية للشعب التونسي. وبالتوازي مع ذلك حزب المؤتمر من أجل الجمهورية سجل حضوره من خلال عدد من أنصاره اللي أقاموا منصة وسط الشارع اعتلاها أغلب القيادات. وبعيدا عن الإطار الاحتفالي بعيد الشغل كان التركيز بالأساس على تشويه الخصوم السياسيين وعلى رأسهم حركة نداء تونس ورئيسها الباجي قايد السبسي، فضلا عن توعد الإعلام والإعلاميين ونعتهم بالفاشلين وأزلام النظام. كانت رابطات جامعة لكل القوى السياسية المنتسبة للثورة. وأبرز ما تم تسجيله تهجم طارق الكحلاوي على ما جاء في تغطية قناة نسمة للمناسبة هذه. نعرف اللي هبطنا ركبتكم مجنون عليه، سنقض مضاجعكم نهارا وليلا ويوم الأحد. حزب المؤتمر اللي ساهم في الستارة مش من تاني الافتكاك حق التنظم والتعبير في الشوارع، مش يجيو يفكوا لنا كم فروخ لكن مش يفكوا لنا حق تنظم عقل. رسالة إلى الأعلام الحزبية المرتشة لحضور المؤتمر في الشوارع، هذه البداية ومثل المساء. حبينا نتابعوا جزء كبير شويه من سوا ديزون الاحتفال بتاع السي بي ار بعيد الشغل العالمي. فما راني مانيش نخبي كلمتي المره هذه، وانه كان نشوف في عرض تهريجي ديزاكتور برانسيبو نتاعو معناها سهام بادي. مشاكل وزاره المراه تحلت، سليم بن حميدان وزاره املاك الدوله معناها المشاكل نتاعها تحلت، عماد الدايمي، بعد نسمعوا سي الحبيب بوعجيله، وبعد طارق الكحلاوي. معناها اكثر نحس روحي في قاعده نتاع قهوه ولا استاد كوره. مانيش نشد كلامي لخاطر هكا واحد يخاف برشا، معناها يقول البلاد وين مشى ركوبه وجماعته. صحفجي عمل قائمة في انتخابات 94 تو يتفرج فيها، عمل قائمة تاع الصحفيين اسمهم فرسان القلم. فرسان القلم لمساندة بن علي. اسمع فيها وزيرة المرأة سهام بادي قالت في كلمتها أنه عيد الشغل يجب أن يكون مناسبة لتجميع التوانسة مش لتفرقتهم، لكن في المقابل تصريحات قيادات وأنصار المؤتمر أكدت عكس ذلك من خلال تجريم كل من ينتقد أداء الحكومة ووزراء المؤتمر.